في المرة 100 بعد 1000 من مناجاة للقوة المتين وأنا بعيد وزيد، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قلت لنفسي في كل مرة بلح في مناجاة رب العباد كان بيحقق المراد، بس المرة دي الوقت طول قوي. مش يمكن مش نصيبك يا إيمان؟ بس كان في خناقة دايرة جوه دماغي بين إيمان الطفلة اللي بتدبدب في الأرض وعايزة الحلم كامل بكل تفاصيله اللي هي رسمها، وإيمان الكبيرة العاقلة اللي بتحاول تفهمها إنه أكيد في حكمة، لأن كل حاجة ليها حكمة. وفي كل مرة كانت الأحلام والحكايات بتتحقق أحسن ما بنتمنى. الصبر بس، الصبر. سرحت في الحلم المرسوم جوايا، بيت هادي داخلاه الشمس من ورا ستارة بترقص مع نسمة الهوا، وريحة الفراولة في كل مكان، وقلبي بيحب. وفي ركن الصورة كان في طفل بيلعب فبيملى البيت فرح وشقاوة. افتكرت الجملة اللي اتقالت لي كتير: يا بختك هيستنوكي على باب الجنة. جملة كان الهدف منها المواساة في الملكين اللي سبقونا للسماء. ساعتها دموعي غلبت أفكاري، وعشان أهرب كنت بدور على أي محاولة تخليني أهرب من الخناقة الدايرة جوايا. غمضت عيني وفعلا نمت. شفت نفسي واقفة قدام مراية أوضتي. بس إيه ده؟ ليه شعري وبشرتي في المراية أغمق من حقيقتي؟ واللي في المراية أقصر مني ووزنها أزيد عني، وكمان يمكن وشها مدور أكتر مني. إيه ده؟ صحيت مفزوعة وبستعيذ بالله، وافتكرت كل القصص اللي كنت بسمعها عن القرين والعفاريت، خصوصا للي بيناموا معيطين. واللي زود خوفي ان احنا كنا في بلد غريبة انا وجوزي، وهو مش موجود، مرجعش من الشغل والبيت فاضي. فكرت وما جاش على بالي غير واحدة ست كمل حافظة وقارئة وواعظة وقارئة للقرآن. اتصلت بيها وحكيت لها الحلم. كلامها خوفني اكتر، ما كانش فيه اي حاجة بتطمن غير بس نبرة صوتها الطيبة وهي بتقولي: ما تحكيش ولا تعيدي الكلام ده المخلوق، وما تتحركيش كتير لحد ما تتأكدي. لسان حالي ساعتها كان بيقول: ما هو انا جيتلك برجليا، ففرصتك انك تتدروشي عليا. الفكرة دي ساعدت إيمان الكبيرة ان هي تكسب في الخناقة، ورجعت للشغل والأحلام والطموح والجري والتاسكات والديدلاينز. بس ما فاتش كتير واتحققت البشارة، بشارة الست الطيبة بنسخة مني. بشرتها برونزي شوية وأقصر مني شويتين، بس مفيش لا ألطف ولا أطعم منها.